المجال الكافي يا سيدي. اخذ الاخ نجيب عطيه. اخ نجيب الو، انت على الهواء. الو، اهلا وسهلا اخ نجيب، تفضل يا سيدي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا اخي. والله يا سيدي اذا بداتوا حلقتكم بهالصراخ مش رح نفهم شيء منكم. بدي اطلب من اخوي التميم يهدي اعصابه شويه هيك وروق، وهو مبين عليه من ضحايا متفرجي الجزيره والعربيه. ما شاء الله عليك والله. سوريا القومي لا احد ان يستطيع ان ينكر. اولا، اثنين، الجموع الغفير اللي في سوريا اليوم بقول لك بيجيبوها في الباصات. معقول الجيش السوري والامن السوري بيقدر يحجز 5 ملايين مواطن؟ اذا قدر يحشد 5 ملايين مواطن مشان يدعموه فهذا نظام ناجح وليس فاشل. هؤلاء الاخوه عباره عن ضحايا دشاديش العرب. انا اتحدى هذا الاخ التميمي ان ينظر الى اللباس الداخلي مكتوب عليه صلح في سوريا. وزير خارجيه قطر يطلع على قال تبعه شو مكتوب عليه صلح في سوريا. سوريا هي بلدنا، سوريا بلاد الشام، سوريا منها حاربنا الصليبيين وحاربنا النظام العلوي، هذا النظام الطائفي اللي بيحكم سوريا والله هو اللي حارب الصليبيين. طيب هو اللي حارب طيب اخ نجيب، اخ نجيب سلم الجولان في 67. طيب ماشي طيب اخ نجيب. طيب يا سيدي، اخ نجيب شكرا. دقيقة الزلمة عبر الهاتف بالله عليك. طيب فاقد عقلك. طيب زمن رخيص يا رجل انت. اخ نجيب شكرا على اتصالك يا سيدي، مداخلتك واضحة. شكرا جزيلا على اتصالك يا سيدي. اعطيك مجال ترد علي. عالم فاقد عقلها. بعطيك مجال راح ترد علي يا سيدي. اخ محمود اولا فضل. انا اعتذر لكل من يشاهدني اني قبلت الاساءة لنفسي بالظهور في هذه الحلقة مع مستوى اشعر بالترفع عن رجاء والله اولا. ثانيا اذا سمحت لي، ثانيا لا الاكاذيب الشخصية التي مارسها لا اقول بس مردودي عليه، هو اعتاد على الأكاذيب ولا تهمه. أنا بدي أورد نقطة معينة. هذا الذي أذاق اليهود المرارات. أنا لا أتحدث إلا بالحقائق. قبل سنوات وفي عمان أو في الأردن توفي أحد رجالات الدين، توفي في فلسطين المحتلة في إحدى قرى فلسطين، وكانت وفاته يوم سبت. يا رجل انت من الحثالات. ففتح العدو والله يشعر بالقرف. ففتح العدو والله دقيقة والله يشعر بالقرف. والله بدي اللي هلكت الام بعد ما ينهم ترد عليه يا رجل الى المزابل. يا رجل يا رجل انت واحد حثالي. يا رجل حثالي وحقير. رجاء اخ محمد، رجاء يا اخ محمد لا يجوز، لا يجوز يا سيدي، لا يجوز. تفضل يا سيدي. بالله عليك الذين قتلوا يا اخي محمد. يا اخي دقيقة، يذبح الاطفال ويدافع عن قتل يذبحون الاطفال. بسني كلامه يجلس الى جانب من هو مثلك. والله يا رجل انك انت عندما مات هذا الشيخ رسالة فتحت، هو طبعا النار بدأت تحرق، فتح العدو الإسرائيلي الجسر يوم السبت لأتباعه واستقبلهم. وأنا أتحدى الجهة الرسمية أو الشعبية تقول لا، وأنا بحكي على التلفزيون. فتح جسر يغلق يوم السبت ليقوم أتباعه ومن يريد أن يعزوا فيه بالدخول إلى فلسطين بدون تصريح بالهوية لتعزية هذا الرجل. مين هو هذا الرجل؟ هي واحد. مين هو هذا الرجل؟ اثنين. يا جاسوس انت من هو هذا الرجل؟ رجاء يا اخوان، هذا يا رجل حقير. من هو هذا الرجل؟ محمد رجاء يعني انت يا اخي محمد اذكر اسمه. والله بعيدا عن الشتائم والسباب، معلش داخل الحلقه رجاء. طب اذكر من هو، من هو يا رجل، من هو؟ انا والدي توفى في عمان وشيعته الملايين. انا والدي كان اكبر عزا في عمان ومنع من ال 67 لم يدخل القدس، ومنع ان يدخل. والد الشيخ اسعد بيوض امام المجاهدين الذي يشرفك ويشرف. يا رجل انت حقير. والله لا. ابوي اكبر عزا شهدته المملكه اخي محمد، اخي محمد، وقيم له عزا في كل الشرفاء في العالم العربي. ممكن اخي محمد لا اطلب منك والله في ساحات. دقيقه والله دقيقه. لا ولد حقير وتربى حقير وعاش حقير ويموت حقير. ولد واطي اخي محمد وعاش واطي طيب. وتربى واطي يا سيدي ويموت طيب واطي. دقيقه بالله عليك،
بالله عليك خلي كلام. يا معلش رجل معلش هذا بدي معلش. امسح العائلة وهذا يا سيدي جاسوس. طيب معلش يا اخي دقيقة والله دقيقة. ولك انت جاسوس محمود حقير. والله دقيقة يا رجل دقيقة يا زلمة دقيقة بالله عليك دقيقة اسمع دقيقة يا اخي دقيقة اسمع اسمع دقيقة اسمع يا اخي دقيقة يا اخي اسمع